السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومتابعي كرة القدم في كل مكان. كورة مع الدمرداش. حلقة اليوم حلقة مثمرة جدا، حلقة مهمة جدا. كل مشاهد بيشاهدني على قناتي بعنوان الاستثمار الرياضي. الاستثمار الرياضي في كرة القدم طبعا ضرورة ملحة جدا لزيادة موارد الأندية عن طرح طبعا. يعني استثمر ازاي؟ استثمر فريق كورة، اعمل فريق كورة شركة يبقى لها مجموعة اسهم. طب ده بيتم امتى؟ بعد 2 من تاريخ انشاء الشركة، تمام، اللي هي شركة كرة القدم لنادي فلان الفلاني، اي نادي، تمام. طب بنعمل الكلام ده ليه؟ عشان استثمر الفرقة، عشان اعمل جذب للموارد لدخول النفقات للنادي، عشان اقدر اسد احتياجات اللاعبين والكلام ده كله اللي عندي، الالتزامات اللي عندي عموما يعني. طبعا المهم جدا احب اشكر الكابتن ميدو، كابتن احمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر واللعيب العالمي صاحب الموسوعه الكبيره جدا في كره القدم. احييه واحترمه وكانت وايده طبعا لانها مبادره جميله جدا، مبادرة تطوير. عامل هو نموذج مصغر كده مجاني لتطوير الكرة المصرية. في حاجة مهمة جدا عايب انوه عليها واقول عليها، يعني لازم نقف عندها. يا ريت كل انسان عنده فكرة وناجح يا ريت ناخد بيه. راجل عنده خبرات وخبراته دي مش قليلة، لان احتك بمدارس مختلفة، نحترف في هولندا، احترف في بلجيكا، احترف في الدوري الانجليزي، فعنده مجموعة افكار محترمة، مدارس مختلفة. الراجل ده عنده محصلة محترمة. على فكرة انا مش زملكاوي، تمام، مش بقول كده عشان الراجل ده زملكاوي، لا، انا مش زملكاوي عشان اريح الناس خالص، لان انا طبعا قلت حيادي، قناتي حيادي للناس كلها، الاهلي والزمالك والمحله والشرقيه وحرس الحدود والمقاولين العرب والاتحاد السكندري طبعا سيد البلد، والاهلي طبعا قطبيه كوره طبعا اهلي وزمالك. انا بتاع الانديه كلها، انا بتكلم عن الانديه كلها. انا عايز انجح، عايز الناس تنجح. ننجح في ايه؟ ننجح في الكوره، عايزين نتطور في الكوره. فما يبقى في فكره كويسه ورائده للكابتن احمد حسام ميدو اللي هو العالمي، تمام، اقدر اخد منه الحاجات اللي تقدر تتواكب وتمشي معايا في الدوري المصري. انا مش عايز اتطور ليه في الكوره؟ لازم اطور في الكوره، لازم يا جماعه نتطور. بيعجبني راي كابتن خالد بيومي برضو، المحلل الرياضي، برضو شخصيه جميله ورائعه، بيقول افكار كويسه جدا. لازم نستفاد من الكابتن حسن شحاته، نجم مصر، نجم مصر. والله الراجل ده حقق بطولات يا جماعه تتاخد في عين الاعتبار، مش اي مدرب هيقدر يحققها، تمام. بعد رحمه الله عليه كابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحاته موسوعه رياضيه تحترم وتتحط فوق الراس. انا كمدرب لازم اعمل له كده تمثال في كرة مصرية. ليه؟ حقق 3 بطولات، و3 بطولات على مستوى عالمي اللي هو على مستوى افريقيا. خد بطولة افريقيا 2006 و2008 و2010، وعمل اداء محترم اكثر من رائع في كاس القارات. فالراجل ده المفروض ما يسيبش الاتحاد، وليكن مش بقول ان هو يمسك المدير الفني منتخب مصر، لا، هو طبعا الحياة فيها استمرار، الحياة ما بتقفش عند حد بعينه، بس في نفس الوقت الراجل ده قيمة محترمة لازم تتحط في عين الاعتبار. لازم يبقى مستشار لاتحاد الكورة، لازم ناخد الكابتن حسن شحاتة ده مستشار لاتحاد الكورة في انتقاء مدربين المنتخبات، تمام. في رؤيته لمستقبل وتخطيط الكرة المصرية. الناحية العلمية مطلوبة، تمام، والناحية اللي فيها خبرة وفيها نجاحات دي مطلوبة. لازم الراجل ده يبقى معايا. ادام للاسف الشديد مش قادر يخش بيته ونادي الزمالك، تمام، لاعتراضه على شخصيات معينة وبتاع والكلام ده كله، له الحق طبعا، له الحق. بس ما ينفعش الراجل زي ده يتساب بره اتحاد الكوره بانجازاته الكبيره قوي، وكانت مكسب للكره المصريه. نرجع تاني لمشروع تطوير الكره المصريه اللي قاله وذكره كابتن احمد حسام ميدو. طبعا المشروع عجبني جدا، مشروع ممتاز. انا ممكن هدي حاجه بس بسيطه او نبذه مختصره سريعه جدا ازاي اطور الشكل المصري او الدوري المصري.
اطور الكره المصريه بتتلخص في عوده الجماهير، لازم الجماهير ترجع. طب اما الجماهير ما هترجع هيقول يا جماعه هيحصل فيه سب وقصف وتجاوزات. لا يا جماعه ما فيش تجاوزات، لا يبقى في لجنه الانضباط اللي موجوده في اتحاد الكوره هتطبق رادع، يبقى في رادع ليها بحيث الجماهير دي للنادي معين اساء يتجازى، النادي يتجازى، لازم يسيطر على جمهوره. في رابطه مشجعين للنادي ده بتسيطر على الوضع كويس، يقدر يبقى في ثقافه وفي وعي، يقدر لما فرقتي تلعب وتتهزم او تتغلب وتعمل اداء راقي اسقف لها، زي ما بيحصل في الدوري الانجليزي، زي ما بيحصل في اي دوري عالمي بره. عايزين نتطور بقى. من احد تطوير طبعا الدوري المصري هو ذكر طبعا موضوع عوده الجماهير، وذكر اعاده توزيع عوائد البث اللي هي المباشر. يتم توزيعها كالتالي: 50% لكل الفرق المشاركه في الدوري المصري. دوري ممتاز يدي كل فرقه من عوائد البث دي يدي 50%. تمام. ال 25% المتبقيين، ال 50% المتبقيين هتوزع كالتالي: 25% على حسب عدد المباريات اللي تم نقلها خلال الموسم، تشوف انت لعبت كام مباراه وهتاخد منها 25%. تمام. 25% التانية هتتحط على المباريات اللي بتذاع ليك وانت في ليفل كويس، زي مثلا فيوتشر، سيراميكا، الانديه بتاعت شركات ما تزعلهاش مباراه. انت لو بتنافس وفي الليفل مثلا الرابع الثالث، بتنافس اهلي بتنافس زمالك، فرق بينك وبينها 3 بونت 4 بونت، اقدر ان انا ازعل لك الماتشات لانها ماتشات مهمه. هلعب مع المحله، هلعب مع المقاولين، هلعب مع الاتحاد السكندري، هيتزعل لك الماتشات. ليه؟ لانك انت بتنافس. تمام. دي مهمه جدا. طبعا المباراه بقى اللي مش هتتذاع، مش هتتحط يعني ايه في عين الاعتبار شويه، لان هيتم بقى تمام تقليص عدد مباريات الدوري. الفرق بتاعت الدوري لازم تقسم الى من 18 توصل 16 وبعدين 14، لان يا جماعه مجموعه اللعيبه اللي هتبقى موجوده وتشتغل في الليفل ده لا هتبقى مجموعه على مستوى عالي. لما اقلص عدد الفرق هقدر كل فرقه هتهتم وهتجيب مجموعه لعيبه محترمه، مجموعه لعيبه تليق بتمثيل فرقها، هتقدر تسعد نفسها وتسعد جماهيرها وتدخل الموارد الكويسه. ده بالنسبه للدوري المصري. طبعا قبل ما انقل على نقطه الممتاز ب واخش في تفاصيلها، يهمني قوي اقول لك ان في منظومه التحكيم لازم يبقى فيها تطوير، لازم اجيب خبير ومنظومه محترمه زي ما حصل في المملكه العربيه السعوديه، وجابوا خبير التحكيم العالمي يقدر يديروا المنظومه دي. تمام. ويثقف حكامي ويعرفهم امتى اللعبه دي تتقاس في الزاويه دي، وابقى موقفي انا كحكم واقف فين بالظبط عشان يبقى عندي زاويه رؤيه كويسه، واقدر احكم على موقف اللعب ده بطريقه صحيحه، وادي كل واحد حقه بدون مجاملات لاحد. نخش وننتقل على الدوري الممتاز به. لابد ان يكون عدد الفرق فيه 28 نادي، لازم يبقى فيه 28 نادي. اقامه دوري من دور واحد. هنعمل دور الترقي 6 فرق بيلعبوا بعض رايح جاي، وطبعا يصعد منهم، واللي مش هيصعد هينضم لمجموعه الفرق الايه الاخرى اللي هو ال27. كويس. طبعا الممتاز به لازم اسوقه مع الدوري الممتاز، لازم يبقى باكج، زي ما بسوق الدوري الممتاز اسوق معاه الممتاز ايه الممتاز به. من حق الممتاز به يقول عائد من البث عشان يقف على رجله، عشان يبقى عندي فرقه قويه طالعه، يبقى في وجه منافسه قوي ما بين الدوري الممتاز اصبح قوي، الممتاز به اصبح قوي، يبقى عندنا منتخب قوي. لو تفتكروا فتره من فترات في التسعينات كان عندنا عدد الفرق حوالي 12 فرقه، 12 فرقه مش 18 فرقه، كان المنافسه قويه جدا. كابتن حسن شحاته الفتره اللي تولى فيها منتخب مصر سواء 2006 و2008 و2010 كان بيعتمد بصوره كبيره جدا على المحليين. ليه؟ كان الدوري قوي، كان في منافسه شرسه بين اللاعبين على الانضمام للمنتخب. لازم بقى عشان اطور منظومه كره القدم المصريه لازم يبقى عندي فعلا جوده ملاعب ونقل تلفزيوني كويس، يعني في احترافيه في نقل التلفزيوني عشان اوري الناس على التلفزيون او في المدرجات
تمام، يبقى عندهم زوايا رؤيه كويسه قوي. لو حب يبص في الشاشه اشوف اللعبه دي معموله باكتر من زاويه، اقدر استمتع وانا بتفرج، سواء كده او كده. تمام. طيب هنجبر كل نادي وبياخد من عوائد البث 25% من الباكج بتاعه لفرق القطاع. لازم اصرف على قطاع الناشئين، وانا ذكرت اهميه قطاع الناشئين وربطه ما بينه وما بين الفريق الاول، ده مهم جدا. لازم ما اجي اطور المدربين، منظومه اللاعبين، عشان افيد اللعيب واطور من اللعيب يبقى عندي ناشئ عالي. لازم يبقى عندي ثقافه مدرب عالي، لازم المدرب عندي يبقى ملم بالجانب البدني على مستوى عالي، بالجانب المهاري، بالجانب الخططي، بطرق اللعب الحديثه، بالتكتيك الحديث اللي بيعملوه بمختلف الافكار المختلفه. الجانب النفسي ده مهم جدا طبعا زي ما انا ذكرته قبل كده. فمهم قوي ان انا اخلي او اطور من دور مدرب اللي عندي. المدرب هيبقى كويس، هيتطور وهيروح فيه ثقافات ويبقى فيه رخص دوليه كويسه، يطلع في اوروبا ويحتك بمحاضرين اوروبيين على مستوى عالي. في نفس الوقت هيبقى في نجاحات عندي في الفرق. هتلاقي فكر قطاع الناشئين متطور على مستوى عالي. اداريين برضو ياخدوا كورسات، الجهاز الطبي ياخد كورسات في الاصابات الملاعب، لان الاصابات مختلفه والاصابات عندنا بتطول. مع تطوير الاجهزه الطبيه وتطوير علم العلاج الطبيعي والكلام ده كله، اقدر احط رجلي على اول السلم وواكب الناس اللي شغاله بره دي، احاول اخد منهم خبرتهم واستفاد بيها هنا في مصر. طبعا في حاجه مهمه جدا بجانب المنظومه دي، قائمه الانديه لازم تكون 25 لاعب. تقول لي اهلي وزمالك بيشترك افريقيا وبيشترك دوري وبيشترك كاس والكلام ده كله بطولاته كتير. هقول 25 لاعب يا جماعه عشان اقدر اركز معاهم. 25 لاعب، اي مدرب فينا بيقدر يسيطر على 25 لعيب، حتى ما بيعملوليش بلبله في الفرقه. لا، بركز على مجموعه اللعيبه، كل لعيب والبديل بتاعه. هقدر ان انا يبقى عندي رؤيه كويسه او استقرار نفسي مع فرقتي. هقدر التركيز هيزيد وهيبقى رائع بالنسبه لي. طبعا تفعيل، طبعا احنا قلنا ونوهنا عليها، تفعيل دور لجنه القيم والمبادئ في اتحاد الكوره، عشان اي نوع من تجاوزات، سواء رئيس نادي، سواء مدرب، سواء لعيب، سواء اداري، يبقى في قانون رادع الناس كلها بتمشي عليه. تمام، يفعل. الكلام ده موجود بس ما بيفعلش عندنا في مصر، ودي حاجه طبعا سيئه جدا. في لازم طبعا نستعين. عندنا مثلا مثال روي فيتوريا اللي هو المدير الفني بتاع منتخب مصر. طبعا هو جاي لمهمه محدده وهي منتخب مصر، بس انا نوهت وقلت برضو قبل كده يا ريت نستفاد منه مثلا كراجل خبير يقدر يدينا محاضرات في مصر لمجموعه المدربين المسجلين عندنا في سيستم اتحاد الكوره. سيستم اتحاد الكوره عنده جميع المدربين اللي موجودين على مستوى مصر، كل واحد حسب مهنته، حسب تخصصه، حسب الفرقه اللي هو شغال معاها، حسب الليفل اللي هو شغال فيه. لازم ياخد كورسات، لازم يطور من نفسه. كفايانا بقى نتكلم في سيرة بعض. كفايانا ان احنا نعيب على بعض. لازم ولابد ان احنا نركز في شغلنا، ناخد بالنا من نفسنا في شغلنا، ما ناخدش بالنا من غيرنا. ما نقعدش نقول القيل والقال وفلان وانا احسن منه، ده انا افضل منه، ده كسب بالصدفه، ده كسب بالحظ، ده معاه توفيق، ده مش معاه توفيق. الكلام ده كله ده معاه واسطه عشان شغال في الحته الفلانيه. مع للاسف المجاملات اللي مضيعانا، وانا نوهت على الكلام ده في اختياراتي لمدربين المنتخبات. هتلاقي فيه مجاملات في اختياراتي لمدربين مناطق الكوره كمنتخبات، هتلاقي فيه اختياراتي في الانديه لمدربين هتلاقي فيها مجاملات. طبعا الكلام ده كله لازم يعاد النظر فيه تاني يا جماعه. لازم يا جماعه نتطور، وعشان نتطور لازم نختار صح، وعشان نختار صح وبعد ما نختار صح لازم نثقل الناس اللي هتبقى موجوده وتم اعدادها بشكل جيد عشان نرتقي بكرة القدم المصرية. طبعا عن طريق طبعا الرخص الدولية. طبعا في ظاهرة ما كانتش موجودة قبل كده، الظاهرة دي اسمها الأكاديميات الخاصة. الأكاديميات الخاصة سلاح ذو حدين، أقدر أستثمر منها كويس قوي لعيبة كويسة على مستوى عالي. وعشان نجيب لعيب كويس في الأكاديمية لازم اللي بيشتغل معاه في الأكاديمية يكون مدرب كويس، يكون مدرب فاهم، يكون مدرب صاحب وعي. عارف يعني ايه تشتغل مع برعم؟ يعني ايه تشتغل مع برعم؟ يعني كارثه. كارثه ليه؟ لان انت كل حاجه بتديها له هو مستقبلها. علمته صح
هيقدر طول عمره صح، علمته غلط هيدن طول عمره غلط، وتبقى جنيت على بني ادم وحرمته ان هو يوصل لمستوى عالي. وده طبعا بتيجي عن طريق اتحاد الكوره برضو ومناطق الكوره. شوف مين بيحصر عدد الاكاديميات اللي موجوده وشغاله، سواء اللي موجوده داخل محافظته، كل واحد حسب محافظته. بالنسبه للفرع اتحاد الكوره بيبعت منشور رسمي يقول له احصر لي الاكاديميات اللي موجوده، سواء اللي سجلت معاك او لم تسجل معاك. تمام. ويا ريت رسوم التسجيل الاكاديميه في اتحاد الكوره يبقى رسوم زهيده، تمام، عشان يمشي بشكل شرعي وشكل كويس. تنظم ليهم دوري، ودوري يكون قوي، دوري محترم، ويبقى في لجنه فنيه محترمه باتحاد الكوره بتشوف اللعيبه المسجله في كل الاكاديميات الموهوبين، عشان تشوف المدربين هل المدربين دول معاهم رخص ولا لا، هل المدربين دول مميزين بفكرهم في الملعب واضح ولا لا. على ذلك لو لقى الكلام ده طبعا اتحاد الكوره او اللجنه الفنيه المسؤوله في اتحاد الكوره يبدا يطور من المدرب اللي موجود في الاكاديميه، يبدا يبقى عندنا جيل على مستوى عالي. لان اللعيبه اللي موجودين في براعم في الانديه استحاله يحترف، استحاله يطلع بره، بيمسك في اللعيب بايده واسنانه، مع ان للاسف الشديد ما بيدلوش خدمه جيده، سواء من الناحيه التدريبيه او من الناحيه الصحيه او من الناحيه النفسيه، مع كامل احترامي لمعظم الانديه. يعني ما فيش يعني الا تجربه كويسه قوي ومسمعه وناجحه، هي تجربه زد، نادي زد اللي هي المستر نجيب ساويرس، عامل منظومه كويسه قوي في نادي زد، من اكبر اللعيبه يعتبروا في افريقيا، مصدره للعيبه المحترفه بره، وده شيء كويس قوي، منظومه ناجحه، جايب مجموعه مديرين فنيين على مستوى عالي جدا، قطاع على مستوى عالي جدا. كابتن علاء نبيل مدير القطاع، اديه كل تحيه وتقدير، عامل منظومه ناجحه جدا. جايبين الكابتن فكري صالح، علامه من علامات تدريب حراس المرمى في مصر كلها. دي كانت اخر كلامي عن موضوع الاستثمار الرياضي في كرة القدم. بشكركم على حسن استماعكم، ويا ريت مزيدا من التعليقات والتفاعلات على قناتي، ويا ريت ما تنسونوش بدعمكم الدايم بالاشتراك في القناة. يا ريت قناتي توصل لكل بيت، لكل مسؤول في مصر، عشان نقدر نحقق جزء من نجاح الكرة في مصر. لازم نتطور يا جماعة، لازم نطلع لقدام خطوة. الناس بتحلم وبتتفرج وبتشوف الدوري الانجليزي، ونفسها في يوم من الايام الدوري السعودي يتطور جامد. طبعا نفسنا في يوم من الايام الدوري المصري يبقى دوري عالمي، والناس تتفرج وتتسوق كويس جدا الدوري المصري، ويبقى فخر لكل مصري بيحب الكورة وبيشجع الكورة. واشوفكم ان شاء الله في لقاء قادم مع وائل الدمرداش.